بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة هنعمل فراخ بتتبيلة تحفة بجد، هتدعولي. تعالوا نقطع البصل كده سوا شرايح بالمنظر ده. وبعد كده هنجيب البصل، هنعمل كمية محترمة كده 3 بصلات كبار مثلا، وهنجيب الصينية وننزل بالبصل. تعالوا شوف بقى، هننزل البهارات بتاعتنا، سماق وملح، وكمان هنضيف فلفل اسمر وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر. هنجيب كمان شوية زيت كده، معلقتين 3 زيت. هناخد بالنا برضو ان الفراخ بتنزل زيوت. كمان هنضيف عصير ليمونتين وبابريكا. وعشان الطعم يكمل بقى هننزل بدبس الرمان، نحط 3 4 معالق دبس رمان كده. بصوا يعني المحتويات كلها بتاعه التتبيله دي تحفه تحفه تحفه، بتخلي الفراخ في حته تانية. هنجيب الفراخ ونتبلها كده، هندعكها كويس بالحشوه اللي احنا عملناها وبالتتبيله، وهنرصها. طبعا مسخنين الفرن، وعلى ما الفرن يسخن بقى هنغطيها كده بفويل ونقفلها كويس قوي. هنسيبها بقى في الفرن حوالي ساعة ونص مستغطية بالشكل ده. وبعد كده هنشيلها من الفرن ونخرجها، وناخد من الصوص بتاعها والدهون بتاعتها كده وندهن الوش. ولما ندهن الوش كده هنرجعها تاني عشان تاخد تحميرة الفرن الجميل. هتقعد كمان نص ساعة تقريبا او تلت ساعة من تلت النص. وبعد كده هتخرج احلى صينية فراخ ممكن تاكليها. بصي، عايزاكي بقى تحكمي بنفسك. لون الفراخ وطعمها وريحتها تيستي تحفة يعني، مش عايزة اقول لكم من ولا العقل. احلى تتبيلة فراخ عملتها. طبعا الفراخ منهنها زي ما بيقولوا، يعني مستوية قوي قوي. والبصل المكرمل بقى مع الصوص الجميل اللي نازل من الفراخ ومن التتبيلة، حاجة تجنن. ان شاء الله نتقابل في وصفة تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.